السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل والياسمين على كل جمهور الأهلي، على كل لعيبة الكورة كل الحكام، كل المدربين، كل من هو في المجال الرياضي. هو النهارده في حاجة يا جماعة، أنا حاسس النهارده يعني النهارده إيه؟ النهارده السبت. طب في إيه النهارده؟ ده يعني في حد اتصل بيا يقول لي هو نهائي أفريقيا إمتى؟ صدقوا اكتشفت إن نهائي أفريقيا النهارده. بيراميدز هيلعب النهارده مع سان داونز الساعة 4 كمان ساعة. مفاجأة. يا خبر أبيض. يعني شوفوا لما الأهلي يجي يلعب الدنيا كلها بتستنى، العالم كله بيستنى عشان يتفرج على الماتش، الدول العربية كلها بتجري تتابع. بصراحة يعني لا، الأهلي قصة تانية خالص 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 خالص. الأهلي لما يجي يلعب الدنيا كلها بتقف على رجل. لو الأهلي في نهائي أفريقيا النهارده كنت هتفرج على كل التلفزيونات وكل الاستوديوهات والدنيا مقلوبة. مفيش حاجة خالص. الله يكون في عونهم. وحقيقي بجد انا هقعد كمان شويه ان شاء الله اتفرج واشجعهم، مش هشجع ضدهم، بيمثلونا. خلاص هم بيمثلوا مصر وبيمثلوا الاهلي وبيمثلوا الزمالك والاسماعيلي، هم نائب بتاعنا خلاص. فان شاء الله انا بدعو كل الاهلاويه والزملكاويه والاسماعيلاويه والاتحادويه واي حد رياضي يشجع بيراميدز النهارده، ان هو بيمثل مصر في بطوله افريقيا في النهائي النهارده. ان شاء الله يكونوا موفقين ويرجعوا بنتيجه طيبه وياخدوا الكاس، وشيء هيساعدنا مش هيزعلنا كناس رياضيين. دي نقطة. بس برضو في حاجة غريبة عايز اسألكم عليها. هو يا جماعة بجد ومش بهزر، مش عشان بصور فيديو، النادي الاهلي ده طعم تاني. يعني امبارح بطولتين في يوم. انا عايز اسأل، يعني امبارح فريق الكرة النسائية خد كاس مصر، وفرحة واحتفالات ومبروك للكابتن شادي محمد والجهاز اللي معاه. فرحة واحتفالات ودنيا، خدوا كاس مصر امبارح. وامبارح فريق الهاندبول فاز ببطولة افريقيا، وضد الغريم بتاعنا بتاع النادي الاهلي، او ضد المنافس اللي هو دايم في كل حاجة هو نادي الزمالك. ودايما يطلع له الاهلي عفريت جوه العلبة. لما يوصل الزمالك النهائي يطلع الاهلي العفريت جوه العلبة ياخد منه البطولة، يقول له هات البطولة دي بتاعتي ويمشي. بس يعني ايه، انا ده الفيديو ده على السريع كده يعني. بصراحه فرحه فرحه فرحه. امبارح انا ما كنتش عارف، مش عارف هو الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره هيستقبلوا فريق السيدات او الانسات ويباركوا لهم وهيصلهم ويزيطوا لهم ويعملوا لهم حفله، ولا يستقبلوا فريق الهاندبول